الاهلي بقاله 4 سنين قاعد في كاس العالم للانديه بيلعب هناك كل سنه ولوحده وباستمرار. 2020 21 22 23 ده امر طبيعي ان النادي الاهلي يكون موجود في كاس العالم للانديه، و2025 هو كده كده ضمن المشاركه فيها، خلاص انضمنت بالنسبه له. 2025 كده كده الاهلي مشارك في كاس العالم للانديه. اجي لك للنقطه الثانيه والنقطه المهمه جدا، ان النادي الاهلي بقى له 4 سنين برضه بيوصل لنص نهائي كاس العالم للانديه، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. اهم موضوع عايز اتكلم عنه ان الانديه بتحفل على بعض بالنادي الاهلي. ده يقول له الاهلي غلبك، وده يقول له الاهلي غلبك. طب ما هو غلبك، طب ما الاهلي غلبك. احنا الحاجه الوحيده اللي بنعملوها مع النادي الاهلي ان احنا بنقول له صن داونز غلبك. ليه بقى؟ لان ما حدش غلبه غير صن داونز، هو الفريق الوحيد اللي حك قصاد الاهلي صن داونز، وملوش جماهير عشان تزيد. انما بتوع الاتحاد ذاته قلبوا الدنيا ونزلوا خدوا 3 بالكبسه. بتوع الهلال كانوا زيطين وقلبين الدنيا وعاملين حكايات ياما خالص ونزلوا خدوا 4 مع الكبسه. بتوع الوداد السنة اللي فاتت في النهائي ده احنا هنعمله وهنخله والمترجي وبتاع ومش عارف ايه ومين وايه وفين. محمد عبد المنعم حط فيهم جون، سموا استاد محمد الخامس باستاد محمد عبد المنعم. انت متخيل ان هما جماهير الانديه بيحفلوا على بعض؟ انت الاهلي كسبك وانت الاهلي ما كسبكش. وانا يا عيني بقول الزمالك قادم بقالي 20 سنه.